معلومات عن زينب فياض ابنة الفنانة والنجمة اللبنانية هيفاء وهبي. وقبل المشاهدة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. زينب فياض هي مشهورة وفنانة لبنانية وابنة الفنانة هيفاء وهبي. ولدت في مدينة بيروت اللبنانية في 24 من شهر يونيو 1993، وتبلغ من العمر 30 عاما. مقيمة في دولة الكويت، وهي الابنة الوحيدة للفنانة هيفاء ووالدها نصر فياض. وتعد زينب فياض من الشخصيات المشهورة في عالم مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تهتم في عالم الموضة والأزياء بشكل كبير مثل والدتها هيفاء وهبي، وتحرص على مشاركة يومياتها مع متابعيها عبر منصة انستغرام وسناب شات. تعد زينب فياض من أجمل المشهورات في الوطن العربي، كما تشابه والدتها هيفاء وهبي من حيث الجمال والرشاقة، وتمتلك جمالا طبيعيا عربيا كثيرا ما يتغنى ويتغزل بها العديد من المتابعين عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي. علما أن إطلالات زينب فياض تتميز بالجمال والفخامة، وعادة ما تظهر لمتابعيها بشكل مميز ولائق، إلا أن العديد من إطلالتها تثير الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها استطاعت أن تجذب المتابعين من حولها، بحيث تتألق بأجمل التصريحات وأبهى لمسات المكياج. وللإشارة فإن علاقة هيفاء وهبي وابنتها لغز محير للجمهور، وذلك بسبب القطيعة بين النجمة اللبنانية وابنتها زينب لسنوات طويلة دون الكشف عن السبب الرئيسي في تلك المقاطعة. ويذكر أن الفنانة هيفاء وهبي اللبنانية قد تزوجت من رجل الأعمال الشهير نصر فياض عام 1990 عندما كانت تبلغ من العمر 17 عاما، وأنجبت ابنتها زينب عام 1993. واستمر زواجها من رجل الأعمال على مدار 8 سنوات فقط. عندما رغب زوجها في الابتعاد عن الشهرة انفصل عن الفنانة اللبنانية. ويذكر أن قصة هيفاء وابنتها بدأت منذ 30 عاما وهو عمر زينب، حيث أنجبتها وهي في 17 من عمرها، ولا تجمعهما صور كثيرة، فقط واحدة كانت فيها هيفاء وهبي وهي محتضنة طفلتها وابنتها الوحيدة زينب، وهي مرتدية إكسسوارات على الشعر. ويشار أن النجمة اللبنانية قد انفصلت عن زوجها، وكي تتمكن من الحصول على الطلاق تنازلت عن حضانة ابنتها وعن حقوقها فيها، ولم تكن تعلم بحسب روايتها أن التوقيع على تلك الأوراق يشمل عدم رؤية ابنتها مطلقا. كان أول حديث للنجمة اللبنانية عن تفاصيل طلاقها وابتعادها عن ابنتها عام 1996، وذلك بعد مرور 4 سنوات على حصولها على لقب ملكة جمال جنوب لبنان. وقد صرحت هيفاء أنها انفصلت عن زوجها عام 1995، وذلك بسبب خلافات. إنها رفعت دعوى في المحكمة لحضانة ابنتها. وقد أصبحت ابنة هيفاء وهبي محطة أنظار الجمهور، خاصة في ظل الصور وجلسات التصوير التي تخضع لها وتنشرها عبر صفحتها على موقع انستغرام. هذا فإن ابنة هيفاء وهبي قد انتقدت والدتها في عيد الأم، حيث كتبت: بعض الأمهات حرام فيهن كلمة أم، ما جعل الكثيرين يعدون، ما كتبته إسقاطا واضحا على هيفاء وهبي، علما أنه دائما ما يقارن الجمهور ومتابعي الفنانة اللبنانية بين ملامحها وملامح ابنتها. وتحدث الكثيرون عن الشبه الكبير بين زينب فياض ووالدتها، والذي يزداد يوما بعد يوم.